السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات في هذا الفيديو جديد. المهمات الصحابات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تنتمنى تكونوا بخير وانتم تتشاهدوا معايا الفيديو اللي حطيت لكم، وتنتمنى يعجبكم. ما تنسوش من اللايكات وما تنسوش الاشتراك في القناة الا كنتوا جدادين. ومرحبا مرحبا مرحبا والف مرحبا بالناس الجدادين عندي في القناة. تنوجه لكم احلى التحيه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الروتين اللي خفيف ظريف. كما العاده غادي نشارك معكم هنايا الغدا البنات. صراحه ما شاركتش معكم كيفاش صايب الطويجين او لا شي حاجه، لضيق الوقت البنات وصافي هادشي اللي كاين. المهم انا حطيت هنايا غادي نحط الغدا ان شاء الله باش نتغداو. بديت معكم الروتين ديالي من هنايا. حطيت زويتينات في الطبيصلات محمضين، حطيت داك الحاره، الزوج ديالي تيبغي الحار بزاف. داك الطويجين ديال الدجاج بالبطاطا والفليفلات طوالين هكايا. صراحه جا زوين بزاف وبنين البنات، بالبصيله والفليفلات، فليفله حمراء وخضراء والبطاطا والدجاج. جا زوين بزاف وخبيز بطبيعه الحال حتى هي. المهم هذا هو الغدا ديالي البسيط جدا. غادي ندوز ان شاء الله نشارك معكم واحد الكيكه اللي وجدتها العشيه. زوينه بزاف البنات، تنتمنى تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير ديالكم. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا على الكومونتيرات الزوينين ديالكم. هنا غادي نحتاجو في الكيكه ديالنا واحد 3 البيضات من درجه حراره المطبخ، وغادي نحتاجو معاها واحد الكاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت مع مرش، وكاس ديال سنيده على حسب الذوق البنات. يعني اللي بغى ينقص اللي بغى يزيد. انا دائما تنقص شويه ديال سنيده، ما تنديرش الكاس كبير، تندير كاس صغير باش يجي الحلاوه تجي هي هذيك، ما تجيش غالبه علينا. المهم هنايا فقست 3 البيضات ديالي. طحت لي واحد القشيره صغيره في البانيو، حيدتها. هنا غادي ندير واحد القبيصه د الملح. كما تتعرفوا البنات الملح تيعادل ما بين الحلاوه، يعني توازن بيناتها، ما تيخليش داك الحلاوه طاغيه في الكيك. هنا غادي ندوز نخلط البيض مع السكر مزيان وداك القبيصه ديال الملح غادي نطربهم مزيان. اللي بغى يستعمل طرب الكهربائي ممكن البنات، اللي ما عندوش يعني ممكن دير طراب يدوي بحالي. داك الطراب البنات راه كان اليد ديالو غوزي، ولكن تهرس لي الصراحه، عاد خديته باقي جديد عندي ودغيا تهرس لي البنات حتى نخرج وناخذ واحد اخر ان شاء الله. هنا ضفت الساشي ديال الفاني، ضفت غير النص ديالها، النص غنديرو في الاخير ان شاء الله. وضفت الزيت حتى هو، ونطرب العناصر ديالي كاملين مزيان. وندوز نضيف داك الكاس ديال الحليب حتى هويا، نضيفه على المقادير ونعاود نخلط ان شاء الله يا ربي. هاد الكيكه البنات غادي نديرو ان شاء الله بالتفاح. يعني الكيكه ديال التفاح تجي زوينه وبنينه وتجي كراميليزي، الصراحه غزاله ولا اروع. وكما تتشوفوا يعني اقتصاديه، وغير بجوج تفاحات غادي نديرها ان شاء الله. هنايا غادي ندوز ندير الدقيق ديالي. هذا الدقيق الممتاز البنات كان عندي في الساشي ديال 5 كيلو، بقى لي داك شويه منه، درته في داك السطيله وجاني احسن. يعني داك السطيلات الصراحه تينفعوا. هنا غربلت الدقيق ديالي وغربلت الخمارات بجوج. هنا ديروا 2 خمارات البنات حمر، من يعني من فئه 8 غرام زائد 8 غرام هي 16 غرام، باش تجيكم زوينه وطالعه. وهذا هو القياس ديالها. هنايا الدقيق غادي نديرو على حسب الخليط. يعني واحد انا اكتفيت ب3 المعالق كبار، 3 ديال المعالق كبار جمعوا لي العجينه
وجاتني هي هذيك. غادي نخلط الخليط ديالي مزيان كما تتشوفوا. هذا هو الخليط اللي بغيتو. هنا غادي ندير هذا الخليط على جنب وغادي ندوز نقشر التفاحات ديالي. هنا التفاحات ما عنديش كبارين البنات، يعني غير متوسطين، ماشي صغارين وماشي كبارين، نتوما اللي عندكم غتقضيو به. هنايا التفاح عندي خضر، ماشي داك الصفار وماشي خضر بزاف عاوتاني. هنا غادي نقيلو داك القلب ديالو، غنحيد كاع داك الوسيخات اللي تيكونوا فيه، غادي نحيدو دقيق ضروري باش ما يلصق ليناش. وغادي ندوز نستف داك الشرائح ديال التفاح على هاد الطريقه البنات اللي تتشوفوا، باش تجي يعني مديكوريا وفي نفس الوقت تجي زوينه الصراحه بزاف. هنا غادي نستف التفاحات ديالي كاملين شرائح اللي قطعتهم رقاقين، ماشي رقاقين البنات يعني حتى ما تلقاوش كيديروا تهزوهم ما بين وبين. مهم قطعتهم رقاقين وغادي نستفهم في المول بحال هكايا، وغادي نعمر حتى المول في الوسط، وان شاء الله غادي نوريكم كاع المراحل اللي غادي نديرهم. هنا البنات من بعد ما استفت الشرائح ديال التفاح كاملين، دزت تندير واحد 3 المعالق ديال ولا غير 2 البنات ديال سنيده، غادي نرشهم. من الاحسن ديروهم هما الاولين البنات، يعني رشوا سنيده في المول هي الاولى، عاد ديروا الشرائح من الفوق. انا نسيتها من الاول ولكن ماشي مشكل، يعني ضروري سنيده تتهبط وتدير الكراميليزي ديالها. هنا داك الساشي ديال الفاني اللي قسمت في الاول خليته حتى الاخر كما شفتوا ودرتو على داك التفاح. داك الفاني صراحه غادي يدير واحد المذاق زوين بالخصوص منين غيولي السكر مع التفاح غادي يتعسل، غادي يعطي واحد النكهه اللي زوينه وواحد لوغو واعر. هنا غادي نضيف الخليط ديال الكيك ديالي فوق داك التفاح، وغادي ندخل الكيك ديالي للفران درجه يعني درجه ديال 180 الا كان عندكم فران ديال الضو. الا كان عندكم فران ديال الغاز بحال ديالي يعني نص ساعه راه تطيب دغيا. هذه هي الكيكه ديالي كما شفتوا، جاو داك الشرائح ديال التفاح باينين ودايره واحد ما عرفتش كيفاش نقول لكم البنات، واحد اللمعه عاطيه من الفوق ديال داك السكر مع داك الفاني اللي ولا كراميل ولات واعره. هنا غادي ندوز نحضر معكم واحد العويصير اللي وجدته مع داك الكيك حتى هي. هنا درت واحد نص سيطرو ديال الحليب، وداك الفريز كان عندي في الكونجيلاتور يعني كان جامد، جبدته على ما طلق شويه. وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال سنيده وغادي نطربهم، غادي نطحنهم عفوا في الخلاط الكهربائي. هاد العصير البنات صدقوني تيجي واعر صراحه، انا من المحبين من العشاق ديالو، لا في رمضان لا في الايام العاديه تيجي زوين بزاف وخاطر وصحي. هنا البنات درت العصير ديالي في داك 2 كويسات، الطبقي غادي ندوز نديرو في كويس اخر يعني الابن ديالي وداكشي. نشاركت معكم غير 2 كويسات بركه. هذه هي الكيكه ديالي من بعد ما وجدت، صراحه زوينه بزاف، وبالاخص مع داك العصير
روعة روعة البنات. تنتمنى تجربوا الوصفات اللي تنعطيكم، والصراحة اقتصاديين، ما تنعطيكم شي حاجة اللي غالية. دائما الاقتصاد، ودائما داكشي. وهنايا البنات تنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هنايا شاركت معكم الغريس ديالي. صراحة هاد العشية الجو زوين زوين. كانت طاحت الشتا ودابا راهي حابسة. كما تتشوفوا الغرس راه فازك بلا ما غادي نسقيه، فازك بالماء الشتا. راه الماء الشتا احسن لي كاع من حتى من داك الماء اللي غنعطيه انايا. المهم هذا هو الغريس ديالي اللي دايره في الشرجيمات ديال السطح، زوين زوين بزاف. وان شاء الله مازال غادي نزيد الغريسات اخرين. صراحه تعجبوني النباتات بزاف بزاف، وتعجبني نتهلا فيهم، ويعني غير نشوف فيهم كل نهار تعجبني. وهاد لالوي فيرا هادي ما عرفتش البنات، هاد لالوي فيرا واش كاينين جوج انواع تيقولوا، لالوي فيرا السامه، وكاينه لالوي فيرا اللي تتصلح للتجميل مثلا الشعر الوجه وداك الشيء. الا كنتو تتعرفوا على هادي اللي عندي شي معلومات، يعني واش هي اللي تتصلح للشعر ولا الوجه ولا شي حاجه، قولوها ليا باش نبقى نستعملها حتى انا. يعني راها تتكبر غير هكاك. هانتوما عندي جوج سطيلات ديالها، وتبارك الله راه تكبر، تزيد تكبر، وراهي دايره حتى يعني داك الفروع ديالها صغيورين كما تتشوفوا. مازال تزيد تكبر وتزيد البنات دير واحد اخرين جدادين. المهم تنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنساوش كما قلت لكم اشتراك في القناه الا كنتو جدادين، واللايكات ديالكم. مع السلامه.